بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي احسن حال. تعالوا بقى ان شاء الله النهارده هنعمل اسرع طبق مكرونة بالصوص الفاتح، ما شاء الله طالع في منتهى الجمال، وكمان بالجبن المشكلة. لجوع اخر الليل، لجوع ولادك عايزين حاجة سريعة، جعانين وعايزين حاجة سريعة، تعالي اعملي طبق المكرونة ده، اتفرجي عليه واعمليه. منتهى الجمال، طلع في منتهى الروعة. ان شاء الله يعجبك، بس بتمنى ان انتوا اول مرة تشوفوني تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل احلى طبق مكرونة سريع سخن. مش هياخد منك اي وقت ولا مجهود ولا مكونات كتير ولا اي حاجة. اول حاجة كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيب حلة على النار ونحط فيها مية لغاية ما تغلي، وبعد كده نضيف فيها المكرونة بتاعتنا. بعد ما ضفنا المكرونة هنضيف كمان رشة من الملح ومعلقة من الزيت. على ما المكرونة بتاعتنا تتسلق، عايزينها تتسلق لمدة 7 دقايق علشان يكون فيها عضة كده، ما تكونش مستوية قوي. وبعد كده نجيب طاسة على النار ونحط فيها معلقة من الزبدة او معلقة من السمنة او معلقتين من الزيت، المادة الدهنية الموجودة عندك والمادة الموجودة اللي تريحك اللي بتحبي تستخدميها. وبعد كده تضيفي فيها معلقة كبيرة من الثوم المهروس، ونديله تقليبة كده في الطاسة لغاية ما الثوم بتاعنا يحمر. لما التوم بتاعنا ياخد لون هيكون معانا كوباية من عصير الطماطم. هنضيف على التوم كوباية من عصير الطماطم ونسيبها لغاية ما تتسبك كده لمدة 5 دقايق. هنملحها طبعا بالملح والفلفل، معلقة من الملح وكمان معلقة من الفلفل. طبق مكرونة مش هياخد منك اي وقت ولا اي مجهود، وولادك هيحبوه وهتعمليه في الطاسة زي ما هو. خلاص الصلصة بتاعتنا اتسبكت، هيكون عندي شوية من الكريمة اللباني، هضيف على الصوص بتاعي شوية من الكريمة اللباني علشان نعمل الصوص الفاتح، صوص المكرونة الفاتح. واكون صفيت المكرونة بتاعتي في المصفى، وبعد كده هضيف عليها المكرونة على الصوص، وبعد كده هنقلبهم مع بعض. تقدري تضيفي الجبن الاول قبل المكرونة. انا قلبت المكرونة بتاعتي في الصوص، وبعد كده هبتدي اضيف عليهم جبنة موتزاريلا او جبنة شيدر. الجبنة اي نوع جبنة عندك تقدري تستخدميه، تكون جبنة بتسيح. وتقلبي المكرونة بتاعتك لغاية ما المكرونة تتقلب كويس مع الجبنة، والجبنة تختفي خالص مع المكرونة بتاعتك. خلاص كده المكرونة بتاعتنا خلصت. اسرع طبق مكرونة ممكن تعمليه لولادك، يكون سخن وسريع وبسيط وسهل منتهى السهولة. خلاص كده المكرونة بتاعتنا خلصت، هنغرفها بقى في الطبق. هتعجب ولادك جدا وهيحبوها، وهتبقى سريعة كده مش هتاخد منك اي وقت ولا مجهود. ونزينها بشوية من الكاتشب كده للولاد، وتطلع معانا في منتهى الجمال. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.